يا مساء الفل. الفيديو اللي فات عملنا أول تيست ناجح. النهاردة هنجاوب على سؤال مهم: هل في الحقيقة ال1000 يوزر اللي بيدخلوا على أي موقع بيبعتوا نفس الداتا بالظبط؟ هل كلهم بيعملوا سيرش على نفس الكلمة أو بيدخلوا بنفس الإيميل والباسورد؟ لا طبعا. النهاردة هنتكلم في ليفل أعلى وهنتعلم حاجتين مهمين جدا. أول حاجة إزاي نبعت لجميتر ملف خارجي يقرأ منه الداتا المتغيرة لكل يوزر، وتاني حاجة وهي ال200 أوكي ممكن تخدعك. انت سمعت صح، ممكن تشوف ال200 اوكي تيست ناجح لكنه في الحقيقة هو مش شغال، وده هنستخدم عن طريق الاسيرت. لو احنا اثبتنا ان الداتا جوه جيميتر وخلينا كل يوزر يطلبوا نفس الحاجة، السيرفر هيعمل كاشنج، يعني هيحفظ الرد وهيبعت بسرعة جدا، فانت تقرأ الارقام سريعا فهتفتكر ان السيستم خارق، لكنه في الحقيقة بايظ جدا. عشان كده لازم نخليه يقرأ ملف CSV برا البرنامج خالص عشان التست يبقى واقعي. بالنسبة للنقطة التانية، فهو الجيميتر أول ما يشوف السيرفر رد 200 أوكي خلاص، بس ساعات السيرفر بيهنج وبيرد بصفحة بيضة فاضية تماما، ومع ذلك هي 200 أوكي. فالنهاردة هنشوف كل ده. خلونا نبدأ عملي. أول حاجة هنعملها هنيجي ونعمل ملف نوت عادي جدا عشان نكتب فيه أسماء الدول المختلفة. تمام، عشان ده الملف اللي هنبعته لجيميتر. الفكرة ان احنا هنحفظه، بس لازم الامتداد بتاعه يكون CSV. بعد كده هنفتح جيميتر ونعمل كليك يمين ونفتح الملف اللي اشتغلنا عليه المرة اللي فاتت. تمام، بعد كده هنبعت الملف، نيجي عند تري جروب، كليك يمين اد، ونختار الملف اللي احنا عملناه. تمام، نيجي بقى عند CSV وندخل الداتا بتاعته. الفايل نيم براوزر. تمام، نختار الملف. اوكي، بعد كده احنا هنسميه بمتغير عشان احنا نستخدم اسم المتغير على طول. تمام، countries.csv. طبعا احنا بنسمي اسم مناسب نعرف نفتكره يكون مناسب. نبدأ نغير، ندخل على HTTP ونكتب المتغير اللي احنا عملناه. تمام، علامة الدولار ساين كواس ونكتبه. طبعا احنا عندنا 3 دول فغيرناه، خلينا بس 3 مستخدمين ويلف مرة واحدة. هنا بقى بنعمل الاسيرت اللي اتفقنا عليها عشان نثبت ال200 اوكي مش دايما كده صح. فتمام، بنضيفها بنظبطها. بنضيف هنا المتغير عن طريق add. تمام، ونعمل run. تمام، الحمد لله ظهر لي 200 اوكي. عشان نتأكد ان 200 اوكي صح وان هي بتفيدنا الاسيرت فادنا نتأكد، هنغير في المتغير. هنيجي نسميه اي حاجة ونعمل run. طبعا قبل ما اعمل run عملت كلين، شفتوا على الرغم من ان هو ظهر 200 اوكي لكن كان اهم حاجة ان هو لونه احمر. وبكده نكون نقلنا السكريبت بتاعنا لليفل احترافي جدا، وتعلمنا ازاي نشتغل بملفات CSV وازاي نضمن صحة البيانات وما نتخدعش بال200 اوكي الوهمية. الفيديو الجاي هنتكلم عن موضوع قوي جدا، وهو ازاي لو جهازك مش قادر يستحمل لود كبير تخلي كذا جهاز يشتغلوا مع بعض عشان تضغطوا على السيرفر. وبس كده، سلام.